حكايتنا بتبدأ مع سيوك وبيبقى مدير شركة كبيرة، وبيطلب من المساعد بتاعه ينزل بداله يشتري لبنته لعبة لأنه عنده شغل كتير ومش فاضي. وبتتصل بيه مراته وبنفهم إنهم منفصلين عن بعض، وبتعرفوا إن بنتهم نفسها تسافر لمامتها على بوسان، وبتقوله إنه مش مهتم بالبنت ولا بيوفي بوعده ليها، وبتفكره بوعده لبنته إنه هيروح لها في حفلة المدرسة علشان يشوفها وهي بتغني. وطبعا الوعد ده متحققش. وبيوصل سيوك على البيت وبيدي لبنته الهدية، بس بيكتشف إنه كان جايب لها الهدية دي السنة اللي فاتت. فبيسأل بنته هي عايزة إيه، فبتقوله إنها عايزة تروح لمامتها على بوسان. وبيوافق سيوك وبيتفقوا سوا يروحوا لمامتها بكرة. وبتتكلم مامته معاه وبتقوله إنه دمر حياته وأهمل بنته علشان شغله، وبتديله كاميرا عليها الحفلة المدرسية بتاعة البنت. ولما بيشوفها سيوك بيكتشف إن بنته كانت بتدور عليه طول الحفلة وبيحس بالذنب. وأثناء طريقهم للقطر بيقول سيوك لبنته إنه شاف الحفلة في الكاميرا وعجبته قوي أغنيتها. وبيلاحظ سيوك إن في عربيات إسعاف ومطافي متجهين لمكان معين. وبيوصلوا للقطر وبيكلم سيوك المساعد بتاعه وبيقوله إنه هيوصل بنته لبوسان وهيرجع في نفس اليوم علشان الشغل. وبنشوف إن في واحدة شكلها غريب ركبت معاهم القطر بدون ما حد يشوفها. وبيتحرك القطر وبيدخل شخص الحمام وبيقفل عليه الباب بالمفتاح. ولما بيفتح أمن القطر الباب بيلاقوا شخص متشرد وبيبقى خايف وبيفضل يقول إن كل الناس هتموت. وبنشوف البنت الغريبة وهي عندها حالة تشنجات وبتحاول المضيفة إنها تساعدها. وبيلاحظ سياق إن في حركة مريبة في القطر وإن بنته مش موجودة جنبه. وبيشوف في الأخبار إن في حالة طوارئ في البلد وإن الجيش انتشر في كل مكان. وبنروح للمضيفة وهي بتحاول تسعف البنت، بس البنت بتفوق فجأة بعد شكلها ما بيتغير وبتهجم على المضيفة وبتعضها، وبعدها بتهاجم باقي الركاب. وبنشوف المضيفة بعد شكلها متغير وبتتحول لزومبي وبتفقد السيطرة على نفسها. وبيروح سيوك يدور على بنته وبيلاقي الركاب جايين يصرخوا من العربيات التانية وإن أي حد بيتعض بيتحول لزومبي. فبياخد سيوك بنته وبيحاول بسرعة يهرب لغاية ما بيوصل للعربية اللي فيها الكرسي بتاعه. وقبل ما يقفل سيوك باب العربية بيلاقي واحد ومراته بيحاولوا يهربوا من الزومبي، فبيدخلهم سيوك وبيقفل الباب في آخر لحظة. وبيلاحظ سيوك إن الزومبي مش بيعرفوا يفتحوا الباب وإن كل اللي بيعملوه هو التخبيط على الإزاز وبس. فبتفهم واحدة من الركاب إنهم بيعملوا كده علشان شايفينهم، فبتاخد ورق الجرايد وبتغطي الإزاز وفعلا التخبيط بيوقف. وبيجي لسيوك اتصال من والدته وبتقوله ياخد باله من بنته وإنها بتحبه جدا. وبعدها بيتغير صوتها وبنفهم إنها اتحولت لزومبي. وبنشوف في الأخبار إن تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد وإن عدد حالات التحول لزومبي زادت جدا. وبيتم الإعلان إن القطر هيقف في المحطة اللي جاية واللي بيبقى اسمها دايجون وإن الجيش مأمن المنطقة دي كويس. وبيتصل سيوك بصاحبه كام علشان يتأكد من صحة البيان، لكن كان بيقوله إن لما القطر هيقف كل الركاب هيتاخدوا على الحجر الصحي وده علشان ما تنتشرش العدوى. وبيطلب سيوك من كام إنه يساعده لأن معاه بنته ومش عايزها تتبهدل. فبيقوله كام إنه لما يوصل دايجون يروح على الجهة الشرقية وهو هناك هيتصل برجالته وهيساعدوه. وفعلا بيقف القطر في محطة دايجون وبتبقى المحطة فاضية تماما من البشر. وبيروح الركاب ناحية البوابة الرئيسية وبياخد سيوك بنته وبيمشي تجاه البوابة الشرقية. ولما بيوصل الركاب للجيش بيلاقيهم هم كمان اتحولوا لزومبي وبيجري الجنود في اتجاه الركاب علشان يهجموا عليهم. وبيروح لسيوك وهو بيحاول يتواصل مع كام واللي بيعرفه إنه مش عارف يتواصل مع حد من رجالته وإنه مش فاهم إيه اللي بيحصل. وفي اللحظة دي بيشوف سيوك إن جنود الجيش هم كمان اتحولوا لزومبي وكان واحد منهم هيهجم على بنت سيوك بس بينقذها سانج وبياخدها معاه هو ومراته. وبيهرب سيوك ومع مجموعة صغيرة من الركاب وبيركبوا القطر. وبيتحرك السواق بسرعة من محطة دايجون وبيبلغ القيادة إنه هيتجه لبوسان على أمل إن ما يكونش انتشر فيها العدوى. وبنروح لسيوك واللي بيتفاجئ هو وباقي الركاب إن باب العربية بتاعتهم مكسور وإن معاهم على نفس القطر مجموعة من الزومبي. وبيتصل سانج بمراته واللي بتقوله إنها محبوسة في حمام العربية رقم 12 وهم موجودين في العربية رقم 9. وبيبدأوا يجهزوا نفسهم بالأدوات المتاحة وبيتحركوا من العربية 9 في اتجاههم للعربية رقم 12. وبيقدروا بصعوبة إنهم يعدوا من العربية رقم 10 وبيوصلوا للعربية رقم 11 بس بيبقى عدد الزومبي فيها أكتر. وبيهجم سيوك مع باقي أصحابه في محاولة منهم إنهم يتخلصوا من الزومبي لغاية ما بيوصل القطر لنفق ضلمة، فبيهدى الزومبي عن الحركة. وبنفهم إن الزومبي مش بيشوفوا أي حاجة في الضلمة وإن نشاطهم مقتصر على النور. وبتعدي المجموعة بسرعة للعربية رقم 12 وبيوصلوا للحمام، لكن النفق بيكون خلص وبينشط الزومبي مرة تانية. فبيدخل سيوك واللي معاه بسرعة للحمام وبيشوف سيوك على الGPS مكان أقرب نفق وبنعرف إنه هيديهم فرصة دقيقتين للهروب. وفعلا بيدخلوا النفق وبيحاول سيانج واللي معاه إنهم يهربوا بس بيكون الزومبي سادين الممر، فبيضطروا إنهم يعدوا من مكان الشنط فوق الكراسي.
لكن بيقع واحد منهم وبيحس بيهم الزومبي، وبيستخبوا بسرعة ورا الكراسي، وبيقرروا إنهم يحاولوا يوصلوا للعربية اللي فيها باقي الركاب. ولما بيوصلوا لهناك بيرفض باقي الركاب إنهم يدخلوا أي حد، وبيهجم الزومبي على سيانج وبيعضوه، وبيتصدم سيوك وبيوصي سيانج على مراته، وبيقوله إنه هيفضل يحميهم لغاية ما يدخلوا كلهم لعربية الركاب. وبيهجم باقي الزومبي على سيانج وبيعضوه لغاية ما بيتحول هو كمان لزومبي. وبينجح سيوك واللي معاه إنهم يدخلوا العربية، وبيتخانق مع الركاب اللي كانوا قافلين الباب ومانعين أي حد من الدخول، وبيطلب منهم باقي الركاب إنهم ينفصلوا في عربية تانية علشان لو في حد منهم حامل للعدوى. وبنشوف إن واحدة من الركاب بتبص على الزومبي من الإزاز، وبنعرف إن أختها هي كمان اتحولت لزومبي معاهم، فبتقرر إنها تقوم وتفتح الباب، وبيهجم الزومبي على كل العربية وبيتحولوا كلهم لزومبي. وبكده بينجو سيوك والمجموعة الصغيرة اللي معاه، وبيتصل كين بسيوك وبيبلغوا إن جيش بوسان نجح في تأمينها، وبتحصل خبطة قوية في القطر، وبنعرف إن الطريق مقفول، وبيبلغهم سواق القطر إنه هينزل يدور على قطر تاني يقدروا يكملوا بيه رحلتهم. وفعلا بيفضل السواق يتنقل من قطر للتاني لغاية ما بيلاقي واحد ممكن يكملوا بيه الطريق. لكن بتحصل حادثة بتتسبب إن يانج وصاحبته بينفصلوا عن باقي المجموعة، وبيحاولوا يهربوا من خلال عربيات القطر، بس بيهجم عليهم يون وبيرمي صاحبة يانج للزومبي علشان يفادي نفسه. وبينهار يانج وبيقرر إنه مش هيتخلى عن صاحبته، واللي بمجرد تحولها بتهجم عليه وبتعضه. وبيحاول السواق إنه ينقذ يون من الزومبي، بس بيمسكه هو كمان وبيرميه للزومبي علشان ينقذ نفسه. وبيفتح سيو باب غرفة القيادة بتاعة القطر، وبيتفاجئ إن يون هناك وبيبقى اتحول لزومبي، وبيبدأ يون إنه يهجم عليه، وبيحاول سيوك إنه يحمي بنته، وبيحط إيده على أسنان يون علشان يحميها، وبيتعض هو مكانها، وبيمسك في سلسلة حديد وبياخد يون وبيقع بيه من القطر وبيتخلص منه. وبيقدر سيوك إنه يطلع على القطر مرة تانية، وبيدخل سونج وبنته لعربية القيادة، وبيعرف سونج إزاي توقف العربية لما توصل لبوسان، وبيقول لبنته وهو بيودعها إنها لازم تفضل مع سونج لغاية ما يوصلوا. وبتعيط سو وبتترجاه عشان ما يسيبهاش، بس هو بيخرج من العربية وهو منهار وبيقفل الباب وراه، وبيعدي قدامه شريط ذكرياته مع بنته لغاية ما بيتحول سيوك لزومبي وبينتحر وبيرمي نفسه من القطر. وبتكون سو شايفة باباها وبتفضل تعيط عشانه. وبيوصل القطر على بوسان، وبتنزل سونج وسو من القطر وبيمشوا في نفق ضلمة، وبيبقى مستنيهم الناحية التانية الجيش في ترقب منهم إن يكون أي شخص حامل للعدوى، ومش بيكونوا عارفين الست والبنت دول سلام ولا لأ، فبيتم إصدار الأوامر بقتلهم. لكن في آخر لحظة بتغني سو أغنية المدرسة اللي كان نفسها باباها يسمعها، وبيتأكدوا إنهم مصابوش بالعدوى، وبيتحرك الجيش في اتجاههم علشان ينقذهم، وبينتهي الفيلم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنسوش تكتبولي في الكومنتات عايزيني ألخص فيلم ايه اللي جاي. بنفكركم سريعا ان الجزء الاول انتهى بوصول سوان موسيانغ لبوسان على امل انها المدينة الوحيدة اللي ما وصلهاش الزومبي في كوريا، وبيبدأ الجزء التاني وبنعرف ان للأسف بوسان مش امان زي ما تخيلنا، وان الزومبي وصلوا لها، وبيبدأ باقي السكان يهاجروا للصين واليابان علشان يحموا نفسهم من الفيروس. وبنشوف جونج ومع أخته وجوزها وابنهم وهم في طريقهم للسفن علشان يهاجروا، وأثناء الطريق بيقابلهم واحد ومراته ومعاهم بنتهم، وبيترجى بأنهم ياخدوهم معاهم لمكان السفن أو حتى ياخدوا بنتهم بس. لكن جونج بيخاف على عيلته، خصوصا إن الراجل هدومه كانت كلها دم، فبيرفض ياخدهم معاه وبيكمل طريقه لمرسى السفن. وبيوصلوا للسفينة على أساس إنها رايحة اليابان، لكن جون بيعرف إنها رايحة على هونج كونج، فبيروح يتكلم مع القبطان، وبمجرد ما بيرجع بيلاقي إن كل ركاب السفينة بما فيهم أخته وابنها اتحولوا لزومبي، وبينهار جونج لأنه خسر أخته وابنها. وبيجي جوز أخته وبيحاول ينقذها هي وابنه، لكن جونج بيمنعه لأن خلاص الوقت بيكون فات. وبتقرر باقي الدول اللي ليها حدود مع كوريا إنهم ما يستقبلوش أي حد من هناك، وده علشان الفيروس ما ينتشرش، وبكده تبقى السفينة اللي عليها جونج هي آخر سفينة هتسافر من كوريا. وبيعدي 4 سنين وبنشوف جونج وهو عايش في الصين، وبيطلب منه رئيس عصابة إنه يسافر هو وجوز أخته لكوريا وينقلوا عربية معينة من هناك،
وبيعرفوا إن العربية فيها 20 مليون دولار، وإنهم لو قدروا ينفذوا المهمة دي هيديهم نص المبلغ. وبنعرف إن العصابة كانت جمعت الفلوس دي بعد ما كوريا كلها اتحولت لزومبي، وده طبعا لأن الفلوس ما بقاش ليها قيمة عندهم. وبعد إلحاح من جوز أخته وعلشان ما يسيبوهوش يواجه الخطر لوحده بيوافق جونج، وبينضم ليهم 2 تانيين وكانوا هما كمان من كوريا، وبيوصلوا للمينا. وبتقول لهم العصابة إنهم هيستنوهم في المينا، ولو ما رجعوش خلال 3 أيام هيرجعوا بالسفينة ويسيبوهم، وبيدوهم جهاز لاسلكي علشان يتواصلوا منه معاهم. وبيلاقوا عربية وبيركبوها وبيروحوا للمكان اللي قال لهم عليه العصابة، وفعلا بيلاقوا العربية اللي فيها الفلوس، وبيلاقوا في كرسي السواق زومبي. ولما بيحاولوا ينزلوه من العربية بيصحى، فبيتخضوا وبيصرخوا، وبيسمعهم مجموعة من الزومبي وبيهاجموهم. وبيركبوا العربية وبيتجهوا للمينا، لكن بيتحدف عليهم صواريخ بتتسبب ان المكان كله بينور، فبيشوفهم الزومبي وبيهاجموهم اكتر، وللأسف بيعضوا أصحابه. لكن قبل ما يوصلوا لجونج بتظهر عربية فيها بنتين وبينقذوه، وبيبقى واضح إنهم متدربين كفاية على التعامل مع الزومبي والهروب منهم. وبيغمى على جونج من التعب، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في ورشة، وبيلاقي جد البنتين بيزعلهم إنهم بدل ما يجيبوله البطاريات اللي محتاجها جابوله واحد غريب. وبتوصل مامتهم وبتدي لباباها البطاريات، وبتزعق لبناتها انهم خرجوا لبره من غير ما يقولوا لها. ولما بيشوفها جونج بيحس انه شافها قبل كده، وبيفتكر جونج ان دي نفس الست اللي ترجته هي وجوزها علشان يوصلوهم للعبارة، لكن هو رفض. وبتسأله الست في شك عن علاقته بالوحدة 631، وبيسألها جونج مين الوحدة 631، فبتحكي له ان دول الجنود اللي فضلوا من الجيش، وانهم كانوا بيبعتوا اشارات استغاثة للدول المجاورة، ولما محدش رد عليهم فقدوا عقلهم واتجننوا. وبنعرف ان هم اللي نوروا الطريق للزومبي علشان يهاجموا جونج واصحابه، وده علشان ياخدوا العربية لانهم مفكرين ان فيها اكل. ولما بياخدوا العربية للمقر وبيفتشوها بيكتشفوا ان جوز اخت جونج لسه عايش ومستخبي فيها، وبيكتبوا عليه رقم وبيدخلوه هو وناس تانية غيره. المكان واسع، وبيدخلوا معاهم زومبي، وبيفضلوا يتفرجوا عليهم وهم بيحاولوا يهربوا من الزومبي كنوع من التسلية. وبيلاقي واحد من الجنود شنطة الفلوس في العربية، وبيروح وبيبلغ قائد الوحدة، واللي بيروح وبيتأكد بنفسه من الشنطة، وكمان بيلاقي جهاز اللاسلكي. وبيلاقي العصابة بتقوله إنهم مستنيينه في المينا، وبيفرح جدا لأن دي فرصة الوحيدة إنه يهرب من كوريا. وفي الوقت ده بيحكي جونج للست في الورشة عن الفلوس والعبارة اللي مستنياه في المينا، فبتقرر إنها تروح وتسرق الفلوس من الوحدة وتهرب على المينا. لكن باباها بيعترض لأنه كان متفق مع واحدة اسمها جين من فريق الإنقاذ إنها تيجي وتنقذهم، وبتقدر حفيدته إنها تقنعه إنه يكلم جين مرة تانية ويقول لها إنهم هيروحوا على المينا، وبتدي الست جونج سلاح علشان يساعدهم. وبيعترف لها جونج إنه عارفها وبيحكي لها هو شافها فين زمان، بس هي بتقوله إنه مش هو لوحده اللي رفض يساعدهم، وإن في عربيات كتير رفضت حتى إنها تقف لهم. وبالليل بيركبوا كلهم العربية وبيتجهوا ناحية الوحدة، وبتنزل البنت ومعاها جونج من العربية، وبيدخلوا جوه الوحدة وبيستناها باباها وبناتها بره. وفعلا بتلاقي العربية والفلوس، بس مش بتلاقي جهاز اللاسلكي. وبيشوفوا بالجندي اللي لقى الفلوس الصبح وبيقول لهم إنه مش عايز يأذيهم، وإن كل اللي طلبوا منهم إنهم ياخدوه معاه للمينا. وبيسمعهم جونج وهم بيتكلموا عن جوز أخته، وبيعرف إنه لسه عايش، وبيقرر إنه يروح علشان يساعده. وفعلا بيلاقي جونج جوز أخته في الحلبة وبيهاجموا زومبي كتير، وبيقدر جونج إنه ينقذه، وبيهربوا الاتنين سوا، وبيجروا وراهم ضباط الوحدة ومعهم الزومبي. وبيقدر واحد من ضباط الوحدة إنه يقتل جوز أخت جونج، وبتوصل للبنت بالعربية وبتنقذ جونج، وبتقدر انها تضرب قائد الوحدة وبتاخد منه جهاز اللاسلكي. وبيتفق جونج مع العصابة من خلال جهاز اللاسلكي انه هيتجه دلوقتي للمينا، بس بمجرد ما بيخرجوا من البوابة بيهاجموا مجموعة كبيرة من الزومبي، وبتتصرف البنت الصغيرة وبتشتت انتباه الزومبي، وده بعد ما بتشغل نور العربية. وبعدها بتهاجموا عربيات ضباط الوحدة وبيحدفوا عليهم صواريخ نور، وده بيكشف مكانهم للزومبي اكتر. وبتقدر عربية الجد والأحفاد إنهم يهربوا من الزومبي، وبيقدر جونج ومعاه الأم إنهم يتخلصوا من كل العربيات ما عدا عربية قائد الوحدة. وبيضرب جونج رصاص على إزاز الكوبري فبيتكسر الإزاز، وبينزل معاه مجموعة كبيرة من الزومبي وبيهاجموا عربية قائد الوحدة وبيسيطروا عليها، وبكده بيتخلصوا من مطاردة قائد الوحدة ليهم. لكن قائد الوحدة بيقرر إنه يهاجم عربية الجد والأحفاد وبياخد البنت الكبيرة رهينة، فبيضطر جونج والأم إنهم يستسلموا وبيسيبوا أسلحتهم. وبتقدر البنت الصغيرة إنها تنقذ أختها الكبيرة، وبيضرب عليها قائد الوحدة رصاص وبيفديها الجد بنفسه وبياخد هو الرصاصة مكانها، وبيضرب الأم بالرصاص وبيصيبها في رجلها، وبياخد عربية الفلوس وبيهرب للمينا.
وهناك بتضرب العصابة عليه رصاص، وده بعد ما بيطمنوا إن الفلوس معاه. لكن قبل ما قائد الوحدة يموت بياخد العربية وبيهرب بيها في اتجاه بوابة العبارة. فبيدخل مجموعة كبيرة من الزومبي وبيخلصوا على العصابة، وبنشوف الجد وهو بيودع بنته وأحفاده وبيموت. وبتوصل مجموعة كبيرة من الزومبي وبتتجه ناحية جونج واللي معاه. وفي نفس الوقت بتوصل فرقة الإنقاذ وتطلب الأم من جونج إنه يحمي بناتها ويوصلهم لفريق الإنقاذ لأنها مصابة في رجلها ومش هتعرف تتحرك. وفعلا بياخد جونج البنات وبيقدر يوصلهم لفريق الإنقاذ. وبتحاول البنت ترجى واحدة من فريق الإنقاذ إنها تنقذ مامتها، واللي بترفض بحجة إنها بكده بتعرض حياتهم كلهم للخطر. وبيفتكر جون كل الناس اللي خسرهم في حياته، وبيقرر إنه يروح وينقذ الأم. وبيجري جونج في اتجاهها وبيضرب رصاص علشان يشتت انتباه الزومبي ويفوق الأم. فبتضرب الأم هي كمان رصاص على الزومبي وبتقدر إنها تتخلص منهم، وبتوصل لبناتها أخيرا بسلام. وبيقدر جونج هو كمان إنه يتخلص من الزومبي، وبيوصل أخيرا لفريق الإنقاذ وبيهربوا كلهم لهونج كونج وبيكملوا حياتهم سوا وبينتهي الفيلم. حكايتنا بتبدأ في مطار كوريا الجنوبية، وبنشوف عالم الفيروسات سياكو وهو في المطار وبيسأل المضيفة الأرضية عن الرحلة اللي فيها أكبر عدد من الركاب. وبتستغرب المضيفة من سؤاله ومش بتجاوبه لأنها بتكون معلومات سرية. ووقتها بيسيبها سياكو وهو متعصب وبيدخل الحمام وبيعمل في جسمه جرح وبيحقن جواه كبسولة فيها فيروس معين، وبعدها بيخيط جرحه. وفي الأثناء دي بيلاقي إن في بنت صغيرة اسمها سومين شافته وهو بيزرع الفيروس جواه. ولما بيحاول يعرف هي مين بيجي باباها بارك وبياخدها قبل ما سيوكي يكلمها. وبنروح للضابط هيو وبيبلغوا زمايله إن في بلاغ وصل من مجموعة أطفال عن فيديو انتشر على الإنترنت لشخص بيعلن فيه إنه هينفذ هجوم إرهابي على رحلة جوية النهاردة، وبيبلغوه إنهم يعرفوا الشخص ده. وبيقرر هيو إنه يروح ويسأل الأطفال عن المعلومات اللي يعرفوها، وده لأن الشخص اللي ظاهر في الفيديو كانت صورة وشه مش واضحة. وفي المطار بيسأل سيوك بارك وسومين هما مسافرين فين، بس هما بيبصوا له باستغراب ومش بيردوا عليه. ووقتها بيعرف سيوك من التيكت الموجود على الشنطة بتاعتهم إنهم رايحين لهاواي في أمريكا. وبيتضايق جدا بارك من سيوك لأنه متطفل وما عندوش ذوق وبيتخانق معاه. وبيروح سيوك بعدها وبيحجز تذكرة طيران على رحلة هاواي، ودي نفس الرحلة اللي فيها بارك وبنته. وأثناء التفتيش في المطار بيلاقوا معاه جهاز معدن شكله غريب، لكن سيوك بيقدر إنه يقنعهم إنه جهاز تنفس مش أكتر. وبيوصل هيو للأطفال أصحاب البلاغ واللي بيعرفوه إن الشخص اللي ظهر في الفيديو ده هو سيوك جارهم، وبيقولوا له على مكان شقته. ولما بيوصل هو وفريقه على الشقة بيلاقي إن ريحتها صعبة جدا، ولما بيدخلوها بيتصدموا لما بيعرفوا إن مصدر الريحة دي هي جثة متحللة ومربوطة بشكل مرعب. ومن خلال تقرير الطب الشرعي بيعرف هيو إن الشخص ده مات نتيجة حقنه بفيروس معين بيتسبب في انفجار الأوعية الدموية وبيموت المصاب بعدها. وبيلاقي هيو كمان إن في فيديو لعدد كبير من الفئران بيتم عليهم تجارب باستخدام نفس نوع الفيروس اللي ماتت به الجثة. وبيكلم هيو مراته واللي بيبقى المفروض إنه هيسافر معاها، لكن حالة الطوارئ اللي عنده في الشغل منعته. وبنكتشف إنها مسافرة لهاواي ودي نفس الرحلة اللي عليها سيوك. وبيدخل سيوك للحمام وبيخرج من جسمه كبسولة الفيروس وبيركبها في جهاز التنفس اللي معاه واللي بيستخدمه زي البخاخة، وبيرش بيه الفيروس في حمام الطيارة. وبيكون سيوك مغطي وشه كويس علشان ما يتعديش. ولما بيخرج من الحمام بيلاقي سومين واقفة فبيقول لها حاجة في ودنها وبيمشي، وبيظهر على سومين الرعب بعدها. وبيشوف بارك فيديو التهديد المنتشر على النت وبيقدر انه يتعرف على سيوك لانه اتكلم معاه يومها عن قرب. وبيروح وبيوري المضيفات الفيديو لكنهم مش بيبقوا قادرين يحددوا اذا كان فعلا ده سيوك ولا لا. وبيتاكد لهم سومين انه فعلا سيوك وانه قال لها في ودنها ان كل ركاب الطياره هيموتوا النهارده. وبتحاول المضيفه انها تتاكد من هويه سيوك لكنه بيرفض يجاوبها وبيقول لها انه مجرد عالم رايح يحضر مؤتمر مش اكتر. وبيروح هيو على المطار وبيكتشف ان سيوك موجود على نفس الرحله اللي موجود عليها مراته. وبيروح للطيارة وبيبدأ أعراض الفيروس يظهر على راكب كان دخل الحمام وشم الفيروس هناك، وبيبدأ بعدها يحصل له انفجار في عينه وبيموت. وبيتخانق بارك مع سيوك وبيتهموا إنه السبب، وبيسمعوا الطيارين في غرفة القيادة فبيروحوا يبعدوهم عن بعض. وبيقدر طيار منهم واللي كان اسمه تشوي إنه يتعرف على بارك، وبيكون واضح إنهم يعرفوا بعض زمان. وبيطلب تشوي من سيوك الهوية بتاعته لكن سيوك بيرفض يديها له وبيحاول إنه يهرب وبيمنعوا الركاب. ووقتها بيخرج سيوك من معاه جهاز تنفس وبيرش الفيروس في الطيارة. وبيروح بسرعة تشوي وبيبلغ الكابتن الرئيسي للطيارة باللي حصل وإن كل الركاب اتصابوا بالفيروس وإن هو والطيار التاني اللي معاه مش هيدخلوا غرفة القيادة علشان الكابتن الرئيسي ما يتعديش. وبنشوف الحكومة الكورية واللي بتعرف باللي بيحصل في الطيارة وإصابة الركاب اللي فيها بالفيروس
وبيقترح هيو إنهم يبدأوا يدوروا على مصل الفيروس قبل ما كل الركاب يموتوا. وبتحاول الوزيرة إنها تتواصل مع سيوك عن طريق كابتن تشاي، وبتسأله عن اللي هو عايزه في مقابل إنه يديهم المصل بتاع الفيروس، لكنهم بيتفاجئوا إن سيوك بدأ ينزف، وبيعرفهم إنه ما صنعش مصل للفيروس وإنه هو كمان هيموت معاهم. وللأسف بيوصل الفيروس لكابتن الطيارة وبيموت. وبتروح المضيفة بسرعة لسيوك علشان تعرف منه الحل للوضع اللي هم فيه، لكن بتلاقي إن سيوك خلاص مات. وبيتقسم ركاب الطيارة لقسمين، القسم الأول هو اللي ظهر عليهم أعراض الفيروس واللي بيبقى عبارة عن بقع حمراء على الجلد، والقسم التاني هم الناس اللي لسه متصابوش. وبيروح بارك مع بنته للقسم الغير مصاب، لكن بيوقفوا واحد من الركاب لأنه بيلاحظ على إيد سومين بقع حمراء، وبيقول له بارك إن بنته مش مصابة ولا حاجة وإن كل الحكاية إنها بتعاني من مرض اسمه الإكزيما. لكن الراكب بينفعل على بارك وبيرفض وجود سومين معاهم لأنه بيبقى خايف إنها تأذيهم. وبتخاف سومين وبتعيط وبتطلب من باباها إنهم يروحوا للجزء التاني ويقعدوا بعيد، وبيضطر بارك إنه يوافق. وبيوصل تشوي على هاواي، لكن بترفض الحكومة الأمريكية هبوط الطيارة على أرضها لحماية مواطنيها، فبيضطر كابتن تشوي إنه يرجع بالطيارة مرة تانية على كوريا. وبيبدأ يظهر على تشوي أعراض الفيروس، وبيبلغ الحكومة الكورية، وبتقول الوزيرة إن في كابتن سابق موجود على الطيارة يقدر يطلب منه المساعدة. وبنكتشف إن الكابتن ده هو بارك، وإنه انفصل زمان بسبب إنه هبط في مطار بشكل مفاجئ، وده بسبب حدوث عطل مفاجئ في المحرك، وكان مدير المطار وقتها رافض هبوط الطيارة عنده، لكن بارت ضحى بوظيفته ونزل في المطار علشان يحمي الركاب. وبيوصل لهيو اتصال من موظفة شركة الأدوية بتعرفه إن في زميل ليها اسمه سونغ اتوتر جدا لما سمع بخبر سيوك والطيارة ومشي من الشغل بشكل مفاجئ، وبيطلب منها هيو عنوان سونغ، وفعلا بيروح على هناك وبيشوف سونغ وهو بيحاول يهرب لكنه بيطرده هو وزميل ليه، وبدون ما يوصل بيخبط هيو في عربية قدامه وبيعمل حادثة. ولما بيخرج من العربية بيلاقي إن سونغ راجع يطمن عليه، وبيحكي لهم سونغ إن سيوك انفصل من الشغل بسبب إن في زمايل ليهم اتصابوا بالفيروس، وإنهم اتهموا سيوك وقتها إن هو السبب وفصلوه. ووقتها اتصل فيه سيوك وطلب منه عينة من الفيروس، وده علشان يستخدمها في إنه يثبت براءته، وفعلا اداها له سونغ وما كانش يعرف إنه هيقضي بيها على طيارة كاملة. وبيعرفهم سونغ إن في موظفة من اللي اتصابوا في الشركة قدرت إنها تتعالج، فبيطلب منه هيو رقمها علشان يتواصل معاها ويعرف نوع الماسك اللي أخدته. وبعدها بيوصل هيو للدكتورة اللي كانت اتصابت بالفيروس وبيوريها الورق اللي لقاه في بيت سيوك، وبتعرفه إن نفس نوع الفيروس اللي هي اتصابت بيه، وبيتأكد منها إن العلاج موجود في شركة الأدوية. وبيروح هيو مع الوزيرة واللي بتهدد المسؤولين عن شركة الأدوية إنهم هيتحاكموا في حال إنهم رفضوا يدولهم المصل، فبيضطر المدير إنه يعلن عن إن الشركة مسؤولة عن علاج كل ركاب الطيارة. وبنروح لتشاي واللي بتكون حالته اتدهورت جدا، وبيساعدوا بارك إنهم يهبطوا في مطار اليابان، لكن الحكومة اليابانية بترفض ده وبتهددهم من الطيارات العسكرية إنها هتقضي عليهم في حال هبوطهم على أرضهم. وبيعتذر بعدها رئيس اليابان للشعب الكوري وبيقول لهم إن للأسف الفيروس اللي عندهم ملهوش أي علاج لغاية دلوقتي، وبيترعب جدا ركاب الطيارة لما بيعرفوا باللي بيحصل. وبيروح لهيو واللي بيحقن نفسه باللقاح علشان يجرب المصل عليه ويتأكد إذا كان فعلا مناسب للفيروس ولا لأ. وفي كوريا بيتظاهر الشعب وبيكونوا رافضين هبوط الطيارة على أرضهم علشان ما يتعدوش. وبنروح للطيارة وبتبلغ المضيفة بارك إن كل الركاب اللي على الطيارة اتصابوا بالفيروس بما فيهم بنته، وإنهم قرروا إنهم ما يهبطوش بالطيارة ويموتوا لوحدهم أحسن ما يتصاب الشعب الكوري كله. وبيبلغ بارك المسؤولين في كوريا عن قرار الركاب. وبنروح للضابط هيو اللي مش بيأثر فيه المصل وبيموت، لكن بعدها بيرجعوا له النبض من تاني وبيتأكدوا وقتها من فعالية المصل. وبتبلغ الوزيرة القيادة بإنهم بيبعتوا رسالة للطيارة يبلغوهم فيها إنهم يهبطوا في مطار سيول، لكنهم بيفشلوا إنهم يتواصلوا مع بارك لأنه بيكون قافل اللاسلكي، فبيبلغوا أهل الركاب إنهم يتواصلوا معاهم ويبلغوهم إنهم يهبطوا بسرعة في المطار وإن فعلا ليهم علاج. وبيوصل الخبر للركاب واللي بيصرخوا وقتها من الفرحة، وبسرعة بيستعد بارك وبيقدر أخيرا إنه يهبط بالطيارة بسلام. وبيعدي وقت وبيروح بارك وبيزور ركاب الطيارة في المستشفى بعد ما تعافوا، وبيقابل هناك هيو واللي بيكون اتصاب بشلل دائم بسبب حقنة الفيروس، وبيشكروا بارك على شجاعته وإن بسببه قدر ينقذ ركاب طيارة كاملة. وبينتهي الفيلم.
حكايتنا بتبدأ مع سيون واللي بتقرر ترجع تعيش في بيت أهلها القديم، وبتكتشف إنها نسيت موبايلها في القطر وهي جاية، فبتدخل البيت وبتحاول تلاقي أي تليفون تقدر تتواصل منه مع موبايلها، وفعلا بتلاقي تليفون أرضي، ولما بتتصل على رقمها بيرد عليها شخص وبتطلب منه سيون إنه يرجع لها موبايلها، لكنه بيطلب منها فلوس في المقابل وبيقفل الخط بعدها. وبيرن تليفون البيت مرة تانية وبتفتكر سيون في البداية إنه اللي سرق الموبايل، لكنها بتسمع صوت بنت بتطلب منها النجدة وبتقول لها إن مامتها عايزة تقتلها، بس سيون بتقول لها إن الرقم غلط وده مش رقم الشرطة وبتقفل الخط بعدها. وبعد شوية بيرن التليفون مرة تانية وبنلاقيها نفس البنت واللي بتقول لسيون نفس الكلام وإن أمها هتقتلها، وبتقول لها على عنوانها علشان تيجي تنقذها. لكن بنلاقي ان العنوان ده نفس عنوان البيت اللي فيه سيون، واللي بتتصدم وبتكون مش فاهمة اي حاجة من اللي بتحصل. وبتنام سيون على الكنبة وهي مرعوبة، وبيظهر ان في حرق في رجلها، وبتقوم من النوم على صوت خبط، وبتلاقي ان في صورة كانت متعلقة على الحيطة ووقعت، ولما بتحاول تعلقها بتكتشف ان مكان المسمار فيه فتحة بتقدر منها انها تكسر الحيطة بسهولة، وبتلاقي وراها سلم بيوصلها لقبو سري، وهناك بتلاقي كرسي وحبال وصندوق فيه مذكرات لبنت بيرجع تاريخه لسنة 99. وبتلاقي كمان صورة لصاحبة المذكرات وبتسأل جارها عن صاحبة الصورة، واللي بيقول لها إن البنت دي كانت عايشة في بيتها زمان قبل ما هي تسكن فيه مع أهلها، وكانت مامتها ساحرة لكنه ما يعرفش عنها أي معلومات تانية. وبيرن جرس التليفون مرة تانية وبنلاقي إن البنت بتصرخ وبتقول لسيون تلحقها لأن مامتها عايزة تحرقها، وبتشوف إن الأم بتولع في السلم والبنت عليه، وبتروح سيون بسرعة تسلم القبو وبتلاقي فعلا السلم بيتحرق، بس مش بتلاقي البنت. وبتتصل البنت مرة تانية بسيون وبتعرفها سيون إنها لقت مذكراتها وعرفت إن اسمها يانج سوك، ولقت مذكراتها واللي كانت بتاريخ 26/11/1999، لكن البنت بتقولها إنها كدابة لأن أصلا تاريخ النهاردة عندها لسه 18 نوفمبر 1999. وبتفضل سيون تقرا لها جزء من مذكراتها علشان تثبت لها إنها في زمن تاني، وبتقول لها سيون في خبر بتاريخ 18 نوفمبر 99 عن طيارة هتقع وتتدمر، وفعلا بتلاقي البنت الخبر في التلفزيون وبتتأكد ان سيون مش كدابة ولا حاجة. وبنشوف الأوضة اللي عايشة فيها البنت وبيكون واضح انها زي السجن لدرجة ان في قفل على الباب وحديد على الشباك، وبتتصل بسيون وبتقول لها انها اتأكدت من كل اللي قالته وانها دلوقتي مصدقاها، وبيبدأوا الاتنين يتعرفوا على بعض. وبتحكي سيون انها عايشة لوحدها وده بعد ما باباها مات بسبب ان مامتها نسيت البوتاجاز شغال، ووقتها حصلت حريقة كبيرة في البيت ومامتها تعبانة بورم في المخ ومحجوزة على طول في المستشفى. وبنوصل ليوم 21 نوفمبر سنة 99 وبيوصل أهل سيون على بيت يانج سيوك علشان مامتها كانت عارضة للبيع، وبتقدر يانج إنها تتعرف على سيون وهي صغيرة، وبتتصل بسيون في الوقت الحالي وبتسمعها صوت باباها، وبتنهار سيون وبتعيط لأن باباها وحشها، وبتعرض عليها يونج إنها تنقذ باباها من الحريق، وفعلا بتروح يونج البيت سيون في يوم الحادثة وبتطفي البوتاجاز قبل ما يتحرق البيت، وبتصحى سيون من النوم على صوت موبايلها واللي المفروض إنها نسيته في القطر، وبتتأكد إن حياتها اتغيرت لأن حتى البيت اللي هي عايشة فيه اتغير وبقى أحلى. وفعلا بتخرج للحديقة وبتشوف باباها واللي بيكون لسه عايش وبيسقي الزرع، وبتفضل سيون تبصله وهي بتعيط، وبترجع سيون على أوضتها وبتشكر يانج سيوك على مساعدتها ليها، لكن مع الوقت بتنشغل سيون مع عيلتها وبتضعف علاقتها مع يانج سيوك. وفي يوم بتتصل سيون على يانج سيوك علشان تطمن عليها، لكن بترد عليها مامة يانج وبتقول لها ما تتصلش هنا تاني، وبتكون سيون سمع صوت يانج وهي بتصرخ وبيبان ان مامتها بتستخدمها في تحضير الارواح. وبتحاول سيون تدور على يانج سيوك دلوقتي وبتدور على الفيس بتاعها بس مش بتلاقيها، لكن بتلاقي خبر عن ام بتقتل بنتها في طقوس سحرية، وبتتأكد إنها يانج سيوك لما بتلاقي إن الحادثة دي في نفس عنوان بيتها دلوقتي، وبسرعة بتتصل على يانج سيوك وبتحذرها إن مامتها هتقتلها النهاردة. وفعلا بنشوف مامة يانج سيوك وهي طالعة بالسكينة لأوضة بنتها، لكن يانج بتكون أخدة حذرها وبتستناها ورا الباب، وبتقدر إنها تاخد منها هي السكينة وبتقتل مامتها. وبتتصل يانج سيوك على سيون وبتطمنها على نفسها وبتقول لها إنها كانت مشكلة صغيرة واتحلت مش أكتر. ومن بعدها بتبدأ يانج سيوك تعيش حياتها وتخرج زي ما هي عايزة، وبيروح سونجهو جار سيوك صاحب مزرعة الفراولة واللي هو نفسه جار سيون دلوقتي، وبتفضل يانج تفرجوا على هدومها الجديدة، وبياخد سونجهو الفراولة علشان يشيلها في التلاجة لغاية ما يانج سيوك تغير هدومها، بس مش بيلاقي مكان في التلاجة بسبب وجود أكياس سودا كتير، ولما بيشوف جواها ايه بيلاقيها أجزاء من جثة مامة يانج سيوك.
وبيترعب سونج هو. وبتطلع يونج سيوك من اوضتها علشان توريله هدومها، وبتعرف انه اكتشف سرها وعرف انها قتلت مامتها، فبتقرر انها تتخلص منه علشان ما يبلغش عنها. وده بالتزامن مع الوقت الحاضر واللي بيكون جار سيوك معزوم عند اهل سيون، وبيقضوا الوقت سوا، وبيكون هو كمان جايب لهم فراولة. وبتروح سيون علشان تشيل الفراولة في التلاجة، لكن الفراولة بتسيب بقعة على هدومها، ولما بتطلع لأوضتها بتكتشف ان بقعة الفراولة اختفت، وبتفهم ان في حاجة غريبة حصلت في الماضي اتسببت في تغيير الحاضر. وبتنزل لأهلها بسرعة وبتسألهم عن سونج هو، بس أهلها بيستغربوا وبيقولوا لها إنهم ما يعرفوش حد بالاسم ده. وبتروح سيون بسرعة وبتفتح التلاجة، لكن مش بتلاقي الفراولة اللي هي لسه حطاها. وبتروح على مزرعة سونج، لكن بتلاقيها مكان مهجور، فبتجري على اسم الشرطة وبتسأل على أي معلومة عن صاحب مزرعة الفراولة سونج هو. وبيستغرب ضابط كبير في السن موجود هناك، وبيقول لها ان الراجل ده اتقتل من 20 سنة، وان اللي قتلته واحدة اسمها يانج سيوك. وبتتصل يانج سيوك على سيون، واللي بتقول لها انها اكتشفت حقيقتها وعرفت انها قتلت مامتها وسونج هو، وان البوليس هيقبض عليها وهتتحبس. وبتحاول سيوك انها تعرف هيتقبض عليها ازاي، لكن سيون مش بتقول لها وبتقفل السكة في وشها. ووقتها بيخبط الباب عند سيوك، ولما بتفتح بتلاقي سيون الصغيرة مع باباها، واللي كان عايز يشتري بيت سيوك وقتها، لكن بتقوله ان مامتها في البلد دلوقتي وانه يقدر يدخل ويستناها لغايه ما ترجع. وبتستغل يانج سيوك الفرصه وبتقتل والد سيون بطفايه الحريق، ووقتها بيختفي والد سيون من الحاضر، وبترجع حياتها تنهار من تاني لدرجه ان بيتها بيرجع مهجور اكتر من الاول. وبتتصل يانج سيوك بسيون وبتهددها انها تعذبها لانها وهي صغيره موجوده عندها في البيت دلوقتي، وان قدامها ساعه واحده بس لو ما عرفتش الدليل اللي هيتسبب ان الشرطه هتكشف جرايمها هتعذبها وهي صغيره. وبتنهار سيون الكبيره وبتبدا تدور في الاخبار القديمه على اي حاجه توصلها للدليل، وفعلا بتقدر سيون تعرف ان الدليل اللي لقيته الشرطه كانت السكينه بتاعتها، وده بعد ما سيون رمتها في الزباله ولقاها عامل النظافه ووصلها للشرطه. وبدل ما تقول ليانج سيوك على المكان الحقيقي للسكينة بتقول لها على عنوان مخزن، واللي عرفت سيون انه هينفجر في نفس اليوم. وبتروح يانج سيوك على هناك علشان تاخد السكينة، لكن بينفجر المخزن قبل ما يانج سيوك تدخل. وبتفهم ان سيون كانت عايزة تتخلص منها، فبترجع للبيت وبتكلم سيون وبتقول لها انها تنتقم منها علشان كدبت عليها. وبتكب مية سخنة على سيون الصغيرة، وبتظهر الحروق في جسم سيون الكبيرة في الوقت الحاضر، وبتفضل تصرخ وبتحاول انها تنقذ نفسها من تعذيب يانج سيوك ليها. فبتروح وبتسرق دفتر التحقيقات الخاص بيانج سيوك من الشرطة، وبتعرف المكان الحقيقي للسكينة وبتبلغ يانج سيوك بيه. وبتعرفها يانج سيوك ان مش مامتها اللي كانت السبب في موت باباها، وان سيون نفسها هي السبب. وبنرجع فلاش باك وبنعرف ان مامة سيون قفلت البوتاجاز، لكن سيون الطفلة كانت بتلعب وشغلت البوتاجاز بدون ما تقصد، وإنها كذبت وقالت للشرطة إن مامتها هي اللي نسيت البوتاجاز، ولأنها مريضة نفسية صدقت الكذبة واتعاملت إنها حقيقة طول السنين اللي فاتت. وبتنهار سيون أكتر لما بتتواجه بحقيقتها، وبتتغير التحقيقات الخاصة بقتل والد سيون في الدفتر، وبيتكتب إن مامتها عملت بلاغ قالت فيه إن جوزها اختفى أثناء طريقه وهو رايح يشوف البيت الجديد اللي كانوا هيشتروه. وبيتغير فرش البيت مرة تانية بس بيكون كئيب أكتر، وبيكون فيه تلاجات كتير. وبتفتح بسرعة دفتر التحقيقات واللي بتلاقي إن مكتوب فيه إن المحقق راح فتش بيت سيوك وكانت معاه الأم، وإنها حاولت تتواصل مع جوزها من تليفون البيت. وبتروح بسرعة سيون وبتقدر إنها تتواصل مع مامتها في الماضي عن طريق التليفون، وبتحذرها إن يانج سيوك هتقتلهم. وفي الأثناء دي بتقدر سيوك إنها تقتل الضابط، وبتبدأ إنها تطارد مامة سيون في الماضي. وأثناء المطاردة بتسمع مامة سيون صوت بنتها وبتحاول إنها تاخدها بسرعة ويهربوا، لكن بتهجم عليهم يانج سيوك. وقبل ما تقتل سيون الصغيرة بتجري الأم على يانج سيوك وبيقعوا هما الاتنين من فوق السلم وبيموتوا. وبنرجع للوقت الحاضر وبتروح سيون بسرعة للمستشفى علشان تتأكد إن مامتها لسه عايشة، لكن مش بتلاقيها. وبتروح بعدها على المقابر وهي بتعيط، بس بتلاقي مامتها عند قبر باباها، وبيكون واضح على جسمها آثار الحادثة اللي حصلت لها زمان في بيت سيوك. وبتكون سيون فرحانة إن مامتها لسه عايشة، لكن وهم ماشيين بتبدأ الأم إنها تتلاشى. وبنرجع وقتها فلاش باك وبنعرف إن يانج سيوك اتواصلت مع نفسها في الماضي وحذرتها إن مامة سيون هتقتلها، وإنها لما وقعت من على السلم ما ماتتش، وإنها قدرت بعد كده توصل لأم سيون وتقتلها. وبنشوف في آخر الفيلم مشهد لسيون وهي محبوسة في أبو بيت يانج سيوك واللي كانت بتعذبها طول السنين اللي فاتت، وبينتهي الفيلم.